نتواصل مع السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ويمكن في اتصالات كتيرة جدا، بس أنا الحقيقة عايز أخليه يكمل الجملة السابقة لأن احنا قطعناها كتير. لا تحديدا أكرمك الله وسعد وشكرا جزيلا لحضرتك. في 5 دقائق على الأقصى هجاوب على كل التساؤلات. هديك دليل على عدم تدخل الجانب السياسي في الدعوة، وأنا بعلنها ويردوا عليك واتصل بيا في أي وقت. قلت أتحدى أن يكون فيما أصدرته الأوقاف من فتاوى أو من رؤى دينية أو قرارات تنظيمية في مخالفة واحدة للشريعة، واللي عنده مخالفة يتصل. تمام. فكونك بقى بتختار من بين الآراء الفقهية ما يناسب العصر في ضوء التجديد اللي احنا بندعو إليه، ده مطلب. وأتحدى اهو إن حد يجيب قرار واحد فيه مخالفة للشريعة على الأوقاف، يبقى من أين التدخل؟ أدي واحد. لكننا نراعي المصلحة الوطنية كبعد شرعي. 2، الأخت اللي قالت الأستاذة ليلى تتفضل، أنا عندي مبدأ دايما أقول أنا ضد التعميم أو الكلام المطلق. وعلى الهوا تتصل بحضرتك وتديك البيانات وأنت تاخد مني الجواب. تمام. لكن احنا هتبعت لنا أي حد يبعت لحضرتك اديني قضية محددة تاخد رد محدد. تمام. أما من كون إن كان في فساد، أنا توليت الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية مصنفة وفق تنظيمات على أنها الهيئة الأكثر فسادا في مصر. صحيح. الحمد لله، وفق تقديرات لمنظمات اقتصادية محترمة تحولت من الهيئة الأكثر فسادا إلى الهيئة الأكثر إنجازا. وليس معنى ذلك أن أقول لك أن الفساد انتهى ولا أن ينتهي في يوم وليلة، لكن كم الإنجاز وعزل القيادات الفاسدة وكم المحاكمات التأديبية. وأي واحد يراجع موقع الوزارة على الأوقاف على الموقع عقب فلان لتواضع وما بنخبيش حاجه وليس على 3 مسجد بالضم. كم من ضمن التاريخ الأسود في وزارة الأوقاف ومن أكبر أبواب الفساد اللي كانت موجودة ضم المساجد بالعمالة. لأن الضم بالعمالة ده كان بيترتب عليه الراجل يبني على الأرض الزراعية، يبني على أملاك دولة، يبني على النيل، يبني على حتة ويجيب يدي في 20,000 أو 50,000. وفعلا كان باب الرشاوى من أوسع الأبواب. وأحيانا الجامع يتضم مرتين، من على الباب على الناحية البحرية ياخد اسم، ومن الناحية الإبلية ياخد اسم، وربما يفكروا له عطاءات نواصي. وكل مرة وكان توليت الوزارة فيه 7,000 عامل وهمي. دول مش موجودين، لا بيقبضوا يعني بدون قرار تعيين ومصيبه. وكل شويه يتظاهر ويكسر. دي مشاكل. وفي 1300 زاويه وهميه. كانت مصيبه. فعملنا ايه؟ قلنا نغلق حنفيه الفساد. فقلنا اي تعيينات، وانا بقول لحضرتك على اهو، لم يكون منذ ان توليت اي تعيين في وزاره الاوقاف الا بمسابقه عامه. وكان الولد اللي بيتعين بالرشوه او بالمحسيه حد شغال، الامام بيكلمه له ده انا انقلك ما تعرفش تنقلني، لان ده دافع ونافذ. انا عايز العامل اللي عينه الغلبان المنكسر اللي محتاج للعمل اللي يحافظ على الوظيفه. فقلنا لن يكون هناك ضم بالعماله، لان كان بابا واسعا من الفساد. واحد يبني زاويه 50 متر ويقول لك اوظف العيلين فيها ويبني في الخلاء. فالان المساجد اللي عايز يبني جامع يبنيه لله، اللي عايز يبني لله. وحتى قلت حاجه تانية، في قريه يبقى فيها 7 مساجد وكافيين، والراجل عشان يكتب اسمه يبني الجامع الثامن والتاسع والعاشر. احنا عندنا قائمه الانتظار 3400 مسجد. اللي عايز يبني لله يتفضل، مش هناخد منه فلوس، هنسلمه مسجد من المساجد المغلقه ونقول له اتفضل ابني بالمواصفات. اخر نقطه بقى، الاخ اللي بيقول بتاع الارض الزراعيه، للاسف الشديد برضه احنا ما ناخدش اي قضيه تصار في الاعلام دون دليل. يعني الراجل ما اظنش القضاء مش الاوقاف اللي سجنته، ده اللي سجنه القضاء مش احنا. ده دليل يراجع القضاء بقى. دي مش يعني مش انا اللي حكمت عليه بالسجن ولا